إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. السعودية تحسم الجدل بشأن موعد عيد الفطر. محمد بن سلمان يستقبل رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم. بمبادرة سعودية، التحالف يطلق سراح 104 أسرى من الحوثيين. إيران والسعودية تعيدان فتح سفارتهما في موعد أقصاه 9 مايو المقبل. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار دائما. كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الجمعة القادم ستكون غرة شهر شوال. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة في يوم الجمعة 21 أبريل 2023: ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:43 مساء، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 16 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس الاستطالة 17 درجة وإضاءته 2.4%، وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية. وسيغرب عند الساعة 8:05 مساء بعد 1:22 من غروب الشمس. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء اليوم رواد الفضاء السعوديين ريان برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك قبل انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريان برناوي. وعلي القرني الذي يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة المزعم انطلاقها شهر مايو المقبل. وهنأ ولي العهد رواد الفضاء على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، منوها بدور قطاع الفضاء كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دوليا وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية. وأكد ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء على أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية، كما أشار إلى آمال الكبيرة المعقودة على رائدة الفضاء ريان برناوي ورائد الفضاء علي القرني كونهما سفيرين ممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم وعودة آمنة إلى أرض الوطن. فيما عبر رواد الفضاء عن فخرهم واعتزازهم بلقاء ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء، ومقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من لدنه الكريم. وأكد كل من رائدة الفضاء ريان برناوي ورائد الفضاء علي القرني جاهزيتهم الكاملة لهذه المهمة التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء وإثراء التجارب العلمية التي تخدم البشرية. فيما أكد رائد الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي اللذان ستسند لهما مهام في المحطة الأرضية لمساعدة رائدي الفضاء ريان برناوي وعلي القرني خلال هذه المهمة العلمية عن فخرهما واعتزازهما. وتؤكد هذه الرحلة الفضائية التاريخية التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال وتعزيز دور أبناء الوطن في برنامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد أنه بناء على مبادرة إنسانية من السعودية فقد قرر إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى قوات تحالف دعم الشرعية. وأضاف العميد المالكي أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات الإنسانية السابقة من السعودية والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهدئة أجواء الحوار
بين أطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية. كما تهدف المبادرة لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف، وذلك انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة للأسرى. وبين العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى 104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان 1444 هجرية 17 أبريل 2023. واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، وذلك باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه حسب الاتفاق مع السعودية فإن البلدين سيعيدان فتح سفاراتهما في موعد أقصى 9 من الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجه دعوة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة طهران بعد تلقيه دعوة من الأخير لزيارة الرياض. وأضاف كنعاني أنه تم تفعيل العلاقات الإيرانية السعودية ويتم تنفيذ اتفاق بكين بين إيران والسعودية بسرعة مقبولة وجيدة. من جهته قال المدير العام لشؤون الخارجية في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي اليوم الاثنين لوكالة إيرنا الرسمية إن بلاده تسعى إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية قبل حلول موسم الحج. وأشار عنايتي إلى لقاء آخر مرتقب بين وزيري خارجيتي البلدين معربا عن أمله في أن يحصل ذلك قريبا. وتابع أنه لم يتم بعد تعيين السفراء وهذا يتوقف على استكمال الإجراءات التنفيذية، مشيرا إلى تبادل زيارات وفود فنية بين طهران والرياض خلال الأسبوعين الأخيرين. وفي السياق أكد عنايتي أن وفدا سعوديا آخر سيزور إيران لبحث طريقة إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة السعوديتين، لافتا إلى أن رئيس الوفد الإيراني حسن زرنغان قد أجرى لقاء جيدا وبناء مع وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم عبد المجيد بن راشد السماري وتوصل إلى اتفاقيات تنفيذ جيدة. وأشار عنايتي إلى زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد الإيراني إحسان خندزي إلى السعودية خلال الشهر المقبل، مضيفا أن الزيارة تأتي للمشاركة في مؤتمر إقليمي لبنك التنمية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال إن الزيارة تشكل فرصة لإجراء لقاءات مع الجانب السعودي.